النهاردة هنتعلم ازاي نركب الباب في المفتاح بنفسنا بدون اي مساعدة او تدخل من اي كائن بشري اخر غير نفسك. يعني انت وليكن عندك باب الشقة مثلا، وعندك في حرامية بيهجموا عليك كل ليلة وبيكسروا القفل وبيطفشوا الباب، فانت قررت انك لا تقفل الباب وتقفل بالمفتاح برضو. فقعدت تدور بقى في الاشياء عندك وفي الحاجات اللي محتفظ بيها، جمعت مفتاح باب الشقة. فانت عاوز تقفل بقى، معاك المفتاح اهو، عاوز تقفل بتحطه كده مش بيقفل، تقلبه الناحية التانية مش بيقفل، تحطه كده مش بيقفل. فانا النهاردة قررت ان احل لك المشكلة دي واشرح لك ازاي تقفل باب الشقة بالمفتاح بنفسك بدون ما تحتاج لأي حد. بص ده يا صاحبي القفل بتاع الباب، وده مفتاح الباب اهو يا صاحبي. بص اهو المفتاح يا صاحبي فيه مفاتيح بتكون بتركب على ناحية واحدة كده، وفي مفتاح زي اللي معايا انا بيركب كده، وحتى لو لفيته كده بيركب برضه. تمام. كل اللي هتعمله يا صاحبي انت ما هتحطش المفتاح كده ولا كده ولا هتحطه كده، هتحطه يا صاحبي كده. الحتة التخينة اللي من ورا دي تبقى عليك انت، والحتة الرفيعة دي تبقى على مكان القفل يا صاحبي. بص هتحطها كده في القفل يا صاحبي، ليها منيم ومجرى. بص هتحطها يا صاحبي وتدخلها. بص يا صاحبي كده المفتاح دخل. بص يا صاحبي نقفل مثلا باب الشقة. بص يا صاحبي كده قفلنا باب الشقة يا صاحبي، ودي الطريقة الصحيحة لانك تركب المفتاح في القفل. وبس لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات وتضغط لنا لايك للفيديو. السلام عليكم.